السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد بوصفة جديدة او بفكرة جديدة في سر طبخة معايا بسعد. بصوا بقى، النهاردة مش هنعمل وصفة، ولكن احنا هنعمل ميزانية لميزانية اسبوع او يوم. احنا هنبتدي اليوم بتاعنا مش هنكلفه اكتر من 50 جنيه دي، يعني هنعمل اكلات موفرة وجميلة جدا، كلها من غير لحوم خالص، لا سمك ولا فراخ ولا لحمة. هنعملها اكل يومي من غير ما نستخدم او نستغنى بشكل نهائي عن اللحوم. اكيد طبعا احنا ميزانيتنا قليلة جدا، وكلنا مش فرد واحد او اتنين، لا ده مصر كلها دلوقتي في ظل ارتفاع الدولار. انا مش هطول عليكم، وبس لو اول مرة لسه بتشوفوني متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا بقى نشوف احنا هنعمل ايه بال50 جنيه دي في يوم واحد. يلا بينا. اول حاجة بقى احنا عندنا، قلنا قبل كده ان احنا هنعمل وصفات اقتصادية. الوصفات الاقتصادية اللي احنا هنعملها دي اكلات موفرة، من غير بقى لحمة، من غير فراخ، من غير اي حاجة. كلنا طبعا بنشتكي من ارتفاع الاسعار، فهنبتدي بقى نعمل النهاردة وصفات من غير لحوم وفراخ خالص. اول حاجة احنا هنعمل عدس اصفر. العدس الاصفر دوت احنا هنجيب النص كيلو ب 18 جنيه، زائد شوية سلطة مش هتكلفنا بالكتير قوي اكتر من 10 جنيه. يعني شوية الكشري والعدس اصفر وشوية سلطة مغذيين جدا هيكلفونا كام؟ 28 جنيه فقط لا غير. تعالى بقى، ممكن كمان تاني يوم، احنا قلنا ان احنا هنعمل وصفات لمدة اسبوع كامل. اسبوع كامل زي ما احنا شايفين عندنا هنا اهو 7 وصفات. هنعمل كمان رز بالبصل ومعاه 3 بيضات. دي وصفة سهلة جدا من ايام جدي وجدك ومن زمان جدا. هنعمل كيلو رز ب20 جنيه، وهنجيب معاه مثلا 3 بصلات، يعني زي كيلو برضو ب5 جنيه. وكمان عندنا هنقول 4 بيضات ب10 جنيه، يعني هتكلفنا دي 35 جنيه. يعني بصوا اقل كمان من 50 جنيه اللي انا قلت عليها. كمان ممكن نعمل شوية بصارة ببصل كده، كلفنا برضو في حدود 35 جنيه، اقل كمان من 50. هنعمل كمان في رابع يوم، احنا قلنا اليوم الاول واليوم التاني واليوم التالت. عندنا اليوم الرابع هنعمل عدس اصفر، كمان ممكن نعمله بالشعريه. طبعا ده العدس التقليدي اللي احنا بنعمله، اللي هو بقى بنحط معاه شويه جزر، بنحط معاه شويه بصل. بعد العدس اللي احنا بنعمله في الشتاء هيكلفنا برضو ايه، مش اكتر من 40 جنيه وهي اكله. وطبعا العيش عندنا ممكن بقى اللي يجيب من بره يجيب يبقى عنده، او يمكن يجيب ب10 ب20، طبعا ممكن تزيد شويه مع العيش. المسقعه بالبتنجان، طبعا هنقول في خامس يوم ان المسقعه بالبتنجان كده والبطاطس والفلفل دي هتكلفنا، ما هنقول بقى ازازه زيت ب 68 جنيه والحاجات دي، لا احنا هنعمل المسقعه من غير زيت خالص. يعني بص، مش اكتر من نص كوبايه زيت. هنحطها في الصينيه، هنقطع البتنجان بتاعنا وبعدين نحطهم في الصينيه، ونبتدي بفرشه كده ندهن بيها البتنجان والبطاطس والفلفل الاخضر ونحطهم في الفرن. هيطلعوا اكننا محمرينهم بالظبط. وطبعا مع شويه الصلصه اللي احنا هنعملها هتبقى احلى مسقعه في الدنيا. كمان برضو مش هتكلف اكتر من 50 جنيه، ويمكن اقل كمان، ممكن في حدود 35 لو العدد قليل. طبعا في اليوم السادس احنا طبعا عندنا هنا قلنا دي يوم السبت، وده يوم الاحد، وده الاثنين، وده الثلاث، وده الاربع. هنيجي بقى ليوم الخميس، وده يوم الجمعة. عندنا يوم الخميس بقى ممكن نعمل بقى طبق فول كده بالطماطم، برضو مش هيكلفنا اكتر من 15 جنيه، وبكده يبقى احنا وفرنا مبلغ لليوم اللي بعده اللي هو يوم الجمعة. طبعا ما احنا طول الاسبوع بناكل برضو حاجات كده صحيح مغذية، بس طبعا احنا محتاجين حاجة كده لذيذة كده وحرشة شوية. ممكن نعمل بقى شوية مكرونة بالصلصة ومعاها شوية شكشوكة. برضو الموضوع ده كله مش هيكلفنا اكتر من 50 جنيه.
يعني كيلو المكرونه اصلا بعد ما بنسلقه بيوصل لنا يعني بيدينا حوالي كيلو ونص. وشكشوكه برضو هتبقى سهله جدا ب4 بيضات اهو، 4 بيضات، مش لازم نعملها باكتر من كده، يعني بصلتين مع بصلتين وال4 بيضات، وعندنا مثلا فلفلتين وخلاص على كده. وبكده يبقى احنا عملنا اكله مغذيه ومفيده. عملنا المكرونه بالصلصه وعملنا الشكشوكه، وفي نفس الوقت ان احنا صرفنا في الاسبوع مش اكتر بكتير من يعني مبلغ صغير جدا. يعني احنا هنقول بكده يعني الاسبوع ده كله خالص اتكلف من غير لحوم. اتكلف بالظبط هنا عندنا 28 و35 وهنا كده 70، يعني بالظبط اتكلف حوالي 255 جنيه. يعني احنا لما اسبوع كامل نصرف فيه ال 255 هيبقى مبلغ يعتبر صغير جدا، ووفرنا جدا كمان، لانهم كمان ممكن يكفوا ل6 افراد زي ما احنا شايفين. فعلا انا مش بهزر، احنا هنا في البيت وانا جربت الاسبوع ده كله بالطريقه دي، و6 افراد، واكلنا كمان يعني يعتبر مرتين في اليوم. فبجد بجد يعني لا نفعت ووفرنا كتير، وصرفنا بالظبط حوالي بالظبط 255 جنيه في الاكل. طبعا احنا بنتكلم على ان ممكن يكون في افراد موجودين بره البيت موجودين جوه البيت، فبجد الوصفات دي سهله جدا وكمان بسيطه، وبتقعد معانا وبتعمل كميه كمان كبيره معانا، وبيفيد كمان ساعات منها لاخر اليوم او لتاني يوم كمان. فاحنا كمان نعتمد الوصفات ديت في الغلا اللي احنا فيه ده، وفي ظل ارتفاع الاسعار بجد بجد هتبقى سهله وبسيطه جدا، ومش هنبقى تعبانين خالص في الموضوع ده. يعني زي 50 جنيه، يعني احنا نحاول يبقى معانا ال50 جنيه. 50 دي نقرر احنا مش هنعمل اكل غير بال50 جنيه ده في اليوم الواحد. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ولو اول مره لسه بتشوفوا القناه بتاعتي متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.